هناخد الموضوع من اوله. حصل وفاة العامل، الشركة وقفت، الشغل وقف لمدة 3 ايام. كان عمال ومهندسين ومشرفين كان كلهم بيجوا ياخدوا المحاضرات والسلام عليكم يمشوا. حلو، ده حصل يا جماعة فعلا، مش كلام على ورق يا جماعة، الكلام ده مش كلام على ورق، ده كلام فعلا حصل. كانت الحاجات دي كلها مدفوعة، تتأجل، تدفع عليها فلوس، خسارة برضه على الشركة ولا ايه؟ طبعا. فده يعتبر من الأسباب الغير مباشرة، حاجة سبب غير مباشر طبيعي جدا. يعني انت ملزم بتسليم الانتاج في ميعاد محدد او معين. ايه اللي هيحصل كده؟ هتسلمه؟ لا، هيبقى في تأخرات. التأخرات دي طبعا غرامات، ان في شرط جزائي ان لازم تسلم الشغل في ميعاد معين. ده يعتبر تكاليف غير مباشرة. طب انا عاوز اسلم المشروع عشان تعوض الايام اللي تقعد منك عشان تسلم المشروع، تعوضها في ايه؟ في اوفر تايم للناس، تعمل وقت اضافي، بمعنى انك انت بتسهر الناس في اوقات تانية غير شغلها، غير الاساسي بتاعها اضافي. طب لو حصل حادثة وان العامل ده رفع قضية على الشركة او حصل تحقيق، التحقيق ده برضه بياخد وقت، بيكلف الشركة فلوس، كوست برضه، وقت التحقيق والتكليف اللي تكلفه الشركة. المحققين دول ساعات بيجي من خارج الشركة، بيجي وياخد فلوس كمان. لو جه من خارج البلد ممكن الشركة توفر له ايه؟ اكل وسكن ومواصلات، كل ده تكلفة غير مباشرة. طب العامل ده المصاب وجع الشغل اكيد مش هيديك نفس الانتاجية، انخفاض انتاجية العامل نفسه في العرض برضه ده تكاليف غير مباشرة، ما كنتش متوقعها. تكاليف غير مباشرة يعني حاجة انت مش متوقعها، اكيد مش هيديك نفس الانتاجية، انخفاض انتاجية العامل نفسه في العرض طبعا في تكاليف غير مباشرة. اهم حاجة الحتة اللي في الاخر ديت، تأسس سمعة الشركة، السمعة، وفقدان عقود مستقبلية. يعني ايه؟ يعني انا لو الشركة معينة، شركة مثلا صيانة مثلا، لو في شركة تانية صيانة برضه في احد الشركات كانوا عايزين تعمل لها ايه؟ صيانة، عايزينها تعمل لها صيانة، تبدأ تاخد الشركة اللي ايه؟ سمعتها كويسة، اللي في اخر 5 سنين مكانش فيها اصابات ولا وفيات. وانا جايب مشروع دلوقتي هجيب انا شركة او في مصنع تيجي تعمل لي مصايب وتمشي على حسي؟ لا، انا عاوز شركة سمعتها كويسة. انا بقى الشركة تانية اكس مثلا، عندها مثلا 2 وفيات، عندها مثلا 10 اصابات بوقت ضائع، LTI اللي هي ايه؟ Lost Time Injury. هاخد تمام اصابة بوقت ضائع، هاخد اللي ما عندهاش وفيات ولا هاخد اللي عندها وفيات؟ ايه رأيكم انتم؟ ما عندهاش وفيات اكيد، فالاختيار بيبقى على الشركة اللي مفيهاش وفيات واصابات قليلة. وكمان حاجة تحصل مثلا، لا وكمان اي حاجة بتحصل السوق بتسمع. كم مرة احد المحاضرين بصراحة ادى مثال حلو قوي في شركة في مصر، هم شركتين انتاج غاز، شركة LNG والشركة دي موجودة في إيدكو، الشركة التانية سي جاز ودي موجودة في دمياط. الشركة الموجودة في دمياط دي سي جاز، شركة سي جاز الشركة اللي كانت مسؤولة عن تصنيع التنكات حصل حادثة منها، فتنك انفجر. بعد حوالي كام سنة كده يتم انشاء LNG. هل هيجيبوا نفس الشركة اللي كانت عملت انفجار ولا هيجيبوا الشركة التانية اللي ايه رأيكم انتوا؟ هيجيبوا شركة تانية ولا الشركة اللي حصل فيها الانفجار؟ اكيد مش هيجيبوا الشركة اللي حصل فيها انفجار قبل كده، شركة تانية اللي هي هيجي تشتغل، الشركة التانية دي هتيجي تشتغل، واللي هيحصل ده حصل فعلا، وسمعة الشركة اتأثرت وفقدت عقود مستقبلية بملايين. يعني لو إصابات أو التكاليف المباشرة أو لما التانك انفجر تكلفته كام؟ التانك ذات نفسه 1000 مثلا، 200,000، مليون يا سيدي. ده كده ده بالنسبة للشركة، هي فقدت عقود مستقبلية بملايين الملايين، دي اسمها ايه؟ تكاليف غير مباشرة.